يا أخي أسألك بالله لا تقلب الفيديو يا جماعة. هاي البنت اللي أنتم شايفينها بنت يتيمة، أبوها مات بحادث موتور وأمها تركتها وراحت، ومثل ما أنتم شايفينها أصابع مالة، عندها انشقاق في الشفة، عندها انشقاق في الحلق، والأخت هون جابتها مربية لتربية عندها. هاي البنت اليتيمة أنت ليش جبتيها لتربية عندك؟ اللي عند الله أفضل شيء. إيش شو صار مع أهلها؟ أبوها توفى بحادث موتور وأمها تركتها زتتها، ما عاد بدها إياها لأني معاقة. لأنه معها أمراض؟ لأني معها أمراض. أما شلفتها وراحت. أما شلفتها وراحت. جبتيها أنت؟ وأنا جبتها. ما بس خايف إنه حدا، إنه هيك ما في حدا يطلع عليها، حرام. طفلة بتعاني كتير. طلع تمها بتحسن ترضع منه، عم نعطيها حليب بالسرنج. الله أكبر. تخيل عم نعطيها حليب بالسرنج، سقف حلقة مفتوح، بتعاني كتير، وهيك أصابيعها مثل ما ما لها أصابع. ما لها أصابع، وطول النهار بتبكي بتبكي بتبكي. طيب أنت اليوم أنا شايفك بخيمة وحدة، يعني يا دوب تساعكم. أنتوا كم شخص فيها؟ نحن 15 شخص بالغرفة هاي. 15 شخص؟ 15 شخص. فوق المنة جبتي بنت تربية؟ فوق المنة عند الله بدي جبت بنت يتيمة عم ربيها. الله أكبر. بنت يتيمة عم أطلع عليها أنا، مثل أمها أنا هلا قصرت. وطول النهار بتبكي، طول الليل بتبكي. هي إيش محتاجة هلا؟ محتاجة عملية سقف حلق، ومحتاجة من أهل الخير بساعدوها، حليب، حفوضات، طالبين من أهل الخير. وشايفين وضعي، ها هو وضعي بخيمة بغرفة صغيرة بيركين 15 شخص. 15 شخص يا ناس، الله حدا يبرك 15 شخص بغرفة وحدة. لا إله إلا الله. نحن نستأجر حوش، أجار الحوش $100. ابني 9 سنين عمره عم يلم نايلو. بلم نايلو مشان شو؟ بلم نايلو مشان يجيب لنا خبز أكل. الله أكبر. مشان يجيب لنا معيشة لا ناكل. نحن ما في حدا يشتغل، الحمد لله رب العالمين. هاي مثل ما شايفين وضعها، هو خيمة صغيرة. لحد الآن في حدا عايش بهيك حالة؟ الحمد لله. هلا أنا عايشة بهالحالة. حق مي ما عندي، حق مي يا جماعة ما عندي. الله. المي اللي يجيب لي السويتر هون بده 1000 ليرة. الله أكبر. أنا منين؟ عم قال لك 100 ليرة عم جيب باليوم، وأوقات ما بجيب 100 ليرة، 75 ليرة. ها هو وضع مثل ما شايفينه، طالب من أهل الخير يساعدوني. حسبي الله ونعم. إيش شو محتاجة أنت اليوم مشانك ومشان هالبنت؟ هالبنت محتاجة لحليب وحفاضة، ومحتاجة مأوى. أنا ما عندي مأوى يا ناس. دي إيش المخيم؟ إذا إيش المخيم أنا ببرك بالشارع، ما بضل عندي مأوى. عندي 10 أولاد، 10 أولاد عندي، مثل ما بنكون إنه حالتي هي حالتي بتبكي. شفت ما عندك لا غاز لا براد. تفضل شوف وضعي. تفضل شوف وضعي، ها هو وضعي. هذا اللي عم يلمه. هدول شو هدول؟ هذا اللي عم يلمه ابني، وهذا الخبز، هذا خبز الميكن، هذا خبز الميكن اللي عم يلمه. وهذا الخبز ليش؟ مشان يبيعه، يلمه مشان يبيعه بجمعه. وهذا كل يومين ببيعه، وقت كل يوم. انتوا عايشين من ورا هدول؟ الحمد لله رب العالمين عايشين من ورا هدول. ها هو وضعي مثل ما نكون شايفين. تفضلي لهون. تفضل شوف هذا وضعي كلياته. وها هو المطبخ، وها هو الحوش. تفضل شوف. تفضل. ها هو هذا مطبخك؟ ها هو مطبخي. طيب ما عندك شيء في المطبخ؟ ما وين عم تطبخي؟ الحمد لله رب العالمين. ها ما في شيء بالمطبخ. هاد شو؟ حبتين بطاطا. حبتين بطاطا. هاد شو هاد؟ هاد حشيش؟ لا. شو هاد؟ بقلة. هاي البقلة مشان الأولاد ياكلوها. انتوا بتطلعوا بتحوشوا هاي البقلة؟ لا ابننا بيجيب لنا اياها. ابنك بيطلع بحوشها أيوة. لتطبخي لهم اياها؟ مشان ياكلوها الأولاد. الله أكبر. وهذا وضعي يا جماعة. في هلا حدا بيشتغل على الببور؟ أنا بشتغل على الببور. حتى ببورك عطلة. ها هو ببوري. لا هلا في حدا بيشتغل، أنا بشتغل على الببور. غاز ما عندي، الحمد لله رب العالمين. وطالبة من أهل الخير يساعدوني. ما في براد غسالة؟ لا والله، لا براد ولا غسالة، الحمد لله رب العالمين. لا براد ولا غسالة ولا تلفزيون ولا مروحة ولا شيء، الحمد لله. غير بطارية صغيرة تبعت متر عم أشغل عليها ضوء. وها هو. بسألك سؤال. تفضل. انت كيف قدرانة تعيشي بكل هيدي الصعوبة؟ الحمد لله رب العالمين. ايش بدي أساوي؟ عم أقول لك حق أجار ما عندي، منين أجيب وأستأجر؟ حق البيت $100 أجاره بالشهر. فوق كل هاي الصعوبة جبتي بنت يتيمة تربية؟ يتيمة عم ربيها، الحمد لله عند الله ما بضيع شيء.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وعطايا الله دائما أجمل من أمانينا. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بحسنة البنت اليتيمة الله بيغير لك وضعك. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا ما بعرف شو بدي أقول لك. تفضلي. تفضل. بعرف إنه حالك كتير صعب والله لله. يشفي لك. أنا بدي أعتبر هي بنتك. إيه. الله يشفي لك الله بنتك يسلمك. اليتيمة الله يسلمك. وإن شاء الله يا رب يغير إن حالتك. شاء الله يا رب. يا جماعة في داعي أحكي إلا بس وصلتكم الصورة كلها. ضل أصعب من هيك حال، ضل أصعب من هيك مأساة. خيمة بنام فيها 15 شخص، مطبخ بهيدي الحالة بهذا الشكل، لا براد لا غسالة لا. شوفوا شوي هيك، شوفوا هاد يا جماعة، هاد غداهن. هاي بقلة، هاي البقلة عم بيطلع ابنها بحوشة لتطبخ لهم إياها. شوف كل هالمطبخ في حبتين بطاطا مضروبات. هاي حالتهم، أكتر من هيك ما عندهم. شيء اسمه براد، غسالة، مروحة، هالشي ما بيعرفوه أبدا، ما هو موجود خالص. المي إذا بدها تجيب مي بتقلي مش بتكلفك 1000 ليرة. 1000 ليرة إذا بده يجي سيارة. 10 براميل 1000 ليرة. إذا بدها تجيب مي لتشرب لتاكل لتحمم الأولاد بدها 1000 ليرة يا جماعة. هاي خيمتون، هاي حالتون، ومن هون عايشين من هدول. ها من هدول اللي عم بيلموهم ببيعوهم 50 100 ليرة عايشين. الموضوع صار عندكم، ما عاد احكي أكتر من هيك. المشهد أبلغ من الكلام، واللي فيه خير واللي قلبه فيه رحمة بيعرف إيش هيدي الحالة.